السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ معكم فاتحة من قناة ديلي ويد فاتحة. مرحبا بكم معايا فيديو جديد اللي كنتمنى يلقاكم كلكم بخير وعلى خير. غنحضر معكم السيميلات في الفرن اللي كيجيو رائعين، كيجيو لذاذ بزاف، مسمن كيجي بحال الكرواسا. نوجدوه ان شاء الله رمضان على الابواب، نجدوه لطابلة رمضان، ولا خرج رمضان ونحضروه للكوتي ولا الفطور ديال الصباح. وخليكم معايا من الاول الفيديو باش تعرفوا المكونات وطريقه التحضير. درت 5 الكيسان ديال الدقيق فورس مع كاس ديال الفينو. جوج معالق كبار عامرين ديال العسل، خماره وحده ديال الحلوى، معلقه كبيره ديال الخميره الفوريه، نص كاس ديال الزيت، شويه ديال الملح، كاس ديال الحليب. غادي نعجن دابا وغادي نجمع القوام اللي عندي كله، وفي الاخر غادي نكمل بالماء، غادي نجمع العجينه بالماء. صافي بعد ما كتجمعوا العجينه وتكون مرخوفه ما تكونش قاصحه، ودلكوها مزيان. وبعد ما تدلكوا العجينه مزيان صافي تغطيوها بالبلاستيكه وتخليوها ترتاح واحد نص ساعه. وبعد ما ارتاحت العجينه صافي كتعاودوها، وخديت منها 3 الكرات كي كتشوفوا. المسمن غادي نخدمو بالزبده ديال التوراق، خديت النص ذوبته وضفت ليه شويه ديال الزيت مع 2 معلقات كبار ديال الفينو ومعلقه كبيره ديال المايزينا. كنخلط كلشي مزيان، وهذه هي التخليطه اللي غادي نورق بها المسمن. هنا غادي نقرص المسمنات اللي عندي، غادي نقرص وحده بوحده، وتقرصوا رقيق وبشويه كتقرصوا، وتركزوا ديما على الجناب باش ما يبقاش غليظ والوسط.
وبعد ما قرصتها مزيان غادي ندهنها بالتخليطه ديال الزبده. وهاد التخليطه اللي درت فيها الفينو والزبده والزيت والمايزينا راه كتخلي المسمن كيجي هشيش ومحلول من الداخل، كيجي بحال الكرواسون. وبعد ما كدهنوها مزيان كتبداو تلويو المسمنه بهذه الطريقه، تلويو اللويه الاولى والثانيه وغاديين والثالثه حتى كتكملوا للراس. الطريقه راها ساهله وباينه في الفيديو. صافي هنا الملاقيه غادي نقلبها لتحت تكون لتحت، وغادي ندوز نقرص المسمنات اللي بقاو عندي بنفس الطريقه. ومن بعد ما قرصتهم بالطريقه اللي قلت لكم صافي كتقطعوا بهذه الطريقه، كديروا العبار ديال 3 الصبعان. من بعد غادي ناخذوا كل جوجات في مسمنه، غنضربوا الاولى ونضربوا الثانيه ونحطوا الاولى فوق الثانيه بهذه الطريقه كي كتشوفوا. نعاود ثاني نضربهم، عاد غادي نجمعهم من الجناب تنردهم كره وحده. غادي نجمع الجناب صافي كيوليو قريصه، ما كيبقاوش واخدين شكل كاريه، كيوليو مدوره صافي. وهذه هي المسمنه. كنعاود نلولبها ونحطها وندير معكم الثانيه. كنضرب الاولى ونضرب الثانيه وكنحط مسمنه على مسمنه، نعاود نقرصهم وكنجمعهم من الجناب. درتهم في اللاطه وغادي ننزل عليهم شويه نقرصهم واحد شويه ماشي بزاف صافي، وغادي نغطيهم ونخليهم يخمروا واحد نص ساعه.
وبعد ما خمروا دهنتهم بالبيض اللي تخلطته مع الحليب ودخلتهم الفران يطيبوا. وبعد ما طابوا دهنتهم شويه ديال العسل ورشيت عليهم الكاوكاو مهرمش، ولا دهنهم بالكوفيتير ولا الكوك، طرشوهم بالكوك ولا اللوز، اي حاجه عندكم، ولا الشكلاط، راهم كيجيو لذاذ ومن الداخل مفشفشين، كيجيو بمذاق ديال الكرواسه، كيجيو بنان ولذاذ بزاف. توجدوهم في الطابله ديال رمضان، ومن غير رمضان توجدوهم للفطور ولا الكوتي. الفيديو ديال اليوم سالا، ولا عجبكم ما تنساوش لايك وكومونتير كيحفز القناه، وخليتكم في راحه الله الى فيديو الجاي مع وصفه جديده ان شاء الله.